أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين في حضرة الطف. في هذه الحلقة ضيفنا يمتاز برقة الكلمات وعذوبتها والقدرة على نظمها وتوظيفها في مكانها الصحيح لإبراز الرسالة ومواطن الجمال. رحبوا معي بالشاعر مهدي النهيري. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك أستاذ حيدر، شكرا جزيلا. حياك الله. أستاذ مهدي، كشاعر كيف تنظر إلى واقعة الطف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنظر إليها من منطلق الإنسانية أولا قبل أن أكون شاعرا. نعم. واقعة الطف واقع أسست للحضارة الإسلامية، ولا أبالغ في ذلك، لأن الإسلام سنة 60 للهجرة نعم. أوشك أن يختفي من الوجود، أو أوشك أن يبدل بنسخة اسمها إسلام وهي ليست بإسلام. نعم. فوقع الطف أسست لحضارة جديدة اسمها الإسلام بعد أن كادت أن تمحق تماما أما النظر لها من منظار الشعر، نعم، فهي أيضا مثيرة للغة، مثيرة للعاطفة، مثيرة للفكر، وهاي كلها يحتاجها الشعر. الشعر يتكئ على اللغة والعاطفة والفكر، وكلها موجودة في الطف. أنت عندما تنظر مثلا تأخذ الجوانب اللغوية مثلا بالطف، الجوانب النصية، خلينا نسميها النصية، خطب الحسين عليه السلام، خطب زينب، كلام زين العابدين، كلام الأصحاب أنفسهم عندما تكلموا مع الحسين، الحوارات اللي صارت كلها نصوص لغوية هائلة. نعم. وكأنهم جاءوا ليكتبوا الشعر لا ليقتلوا، فأستفيد منها. كذلك المواقف الوجدانية والدموع التي جرت والدماء التي جرت كلها تغذي القصيدة الحديثة والقديمة. نعم. نعم. من يتكئ على من؟ الشعر يتكئ على الحدث أم الحدث يتكئ على الشعر؟ لا، الحدث ما يتكئ على الشعر، الحدث حدث تاريخي. نعم. لا يتكئ على سابقاته. عن الطف. نعم. لأن الطف العالم كله يتكئ على الطف. أتحدث بشكل عام عندما يريد أن يكتب شاعر قصيدة عن حدث ما. نعم. شوف، الشعر أساسا هو موهبة موجود في داخل الإنسان. نعم. ولكن تحتاج إلى محركات، تحتاج إلى إلى دافع. ربما الشاعر يستغرق وقتا طويلا يشعر أنه بحاجة إلى كتابة قصيدة ولا يكتبها. نعم. فيأتي هذا الحدث دافعا لإنشاء تلك القصيدة، ولكن الموهبة أساسا موجودة والقصيدة موجودة في يد الشاعر. نعم. متى بدأت علاقتك كشاعر مع قضية الإمام الحسين عليه السلام؟ والله يا صديقي يا أستاذ حيدر، أنا بالنجف. نعم. ومحاط بهذه الأجواء الحسينية، ولكن كانت أجواء عاطفة ودمع وفكر. نعم. تحولت إلى شعر. أنا بدأت بكتابة الشعر سنة 95 أو ما قبلها بقليل نعم. عندما عثرت على ديوان المتنبي وقرأته، ثم ديوان الجواهر وقرأتهما، ثم التحمت بالمجالس الحسينية أوائل سنة 99 وبدأت بكتابة القصيدة الحسينية. ايش قد كان عمرك من قرأت ديوان المتنبي؟ عمري كبير والله، 17 سنة. بدأت متأخرا. نعم. بس أنا عندي مقدمات لكتابة ما أسمي الشعر. بس أنت اختارت أصعب الدواوين. أنا ما اختارته، مصادفة وجدته في بيتنا. نعم. أنا كان والدي عنده مكتبة كبيرة، فوجدت وكنت أنا ما له علاقة بالشعر، كنت ألعب حديد، أتصور ألعب رياضة. وجدت الديوان، قرأته كله، فتركت الرياضة واتجهت إلى الشعر. قبلها تماما ما حاس إنه عندك موهبة شعرية؟ لا، قبلها كنت أكتب بس مو شعر، أكتب رسائل، أكتب خواطر، أجمع قصائد، بس ما أكتب شعر. نعم. وكنت أكتب رسائل، كنت معهد المعلمين أكتب رسائل غرامية للشباب الأصدقاء، وخطي جيد كما قلت لك قبل قليل. نعم. وتعبيري جيد ولغتي أيضا جيدة. نعم. بس ما نفكر بموضوع الشعر أبدا. متى كتبت أول مرة عن الإمام الحسين عليه السلام؟ تقريبا كم كان؟ لا، أنا استبالي الفكرة. كتبت قصيدة طويلة وقرأتها في النجف في سنة 99 وكان عمري 21 سنة. وكانت قصيدة طويلة جدا 48 بيت، وقرأتها في محفل ضخم بالنجف. كانت تجربة حلوة بالنسبة لي، ويمكن تكون خطيرة. لأنه أنا شاب صغير وأقرأ أمام شعراء النجف المهمين الكبار وأيضا قضية أخرى قرأتها في ذلك الزمن. نعم. في ذلك الزمن كان مهرجان للحسين يقيمه الحاج نجاح الإبراهيمي في حي الأمير في قطعة أرض كبيرة. نعم. ومجموعة من الشعراء، وقرأت من ضمنهم، وكان معي أستاذي عبد الحسين حمد رحمه الله. تذكر بعض الأبيات منها؟
لا والله ما أذكرها. نشرت في نشرت في مجلة فيض الكوثر سنة 2001. نعم. والله ما أتذكر ولا بيت منها. طيب بس بودي أن تقرأ شيء من قصائدك عن الإمام الحسين عليه السلام أو عن واقعة الطف. أي نعم ماشي. يعني مما كتبته حديثا يعني. مما كتبته. يتساقط القتلى بأبواب المطالع لو أثار الشعر لحظة كربلاء، ويجف ماء كان في الكلمات قبل تموت ثم تصير إرثا مهملا. لا شيء مس الرمل في العربية الفصحى كلاما فارغا ومعطلا، وعدت على المدن المعمرة الخرائب والغرائب والملبد أمحلا. قيل الحسين ولم يكن لسواه صوت غير من قال الحسين وأعولا. شجر وآثر في الحجارة نفسه ونما على يبس الدماء ليذبلا. مطر وما عاد انفلات جنونه الكوني في صحف الهطول مسجلا. حجر ومذ جبه الحسين أعاده ندم إلى أعماقه فتوغلا. قمر دم العباس طاف عليه وانكسر البياض فراح ظلا مسدلا. وتر ولا قوس ولا عود غناء الحرب آن أوان أن يترجلا. نسي الدخان الأفق كان مداره والرأس من رمح الترحل أنزلا. والشام أدت للمدينة دينها والبلدتان كناسكين تبتلا. أما العراق فلا يزال الموت طفلا يارعته الكارثات مدللا. غطته مذ قتل الحسين خيام عاشوراء واختارته للدم منزلا. المحكمات شرحنه واستفردته كمائن المتشابهات مؤولا، حتى كأن تواتر السنوات آلافا يفاجئها حديثا مرسلا. فإذا البلاد الرافدان تمر في عطش الحسين بغير أن يتبللا، وإذا بتاريخ العراقيين وهو الماء يكتبه العطاشى أولا، وإذا به جمل أقل من البداوة والصحارى الشاسعات تحملا، وأشل من أيام ضيعتها بلا أيامها وأضل فيها موئلا. وإذا به ناع وناعية على بؤس النهاية يقرآن المقتلا. هاي القصيدة كلها صور شعرية، تركز كثير على الصور الشعرية بقصائدك. هو الشعر طبعا قائم على الصورة واللغة والبعد المعرفي والوجدان، هاي أدوات تكتب فقط القريض لو أيضا تكتب الشعر الحر أو مرات ممكن شعر شعبي؟ قصدك بالشعر الحر التفعيلة؟ نعم طبعا أكتب التفعيلة طبعا لا شك في ذلك. أستاذ مهدي، تكتب شعر التفعيلة، ممكن عندك أيضا محاولات بالشعر الشعبي لو فقط الشعر العمودي؟ بالنسبة للتفعيلة طبعا أكتب التفعيلة بكثرة يعني. نعم. شيء أساسي بالثقافة الشعرية أن تكتب التفعيلة يعني. ربما أكثر من العمود. نعم. الشعبي أيضا أكتب ولكن لا أقرأه على المنصة، يعني أكتب مساجلات بين الأصدقاء مثلا. نعم. أبيات دارميات أبوذيات أشياء بسيطة يعني تحتفظ بين نفسك. بس لا أعد نفسي شاعرا شعبيا أبدا، بس أكتب الشعر الشعبي، وطبعا أعرف أوزانه كلها، وعلمت كثير من أصدقائي الشعراء الأوزان علمتها يعني. نعم. عندي خبرة بالشعر الشعبي، خبرة جيدة، مو بكتابته بنظمه. نعم. بس أنا مو شاعر شعبي. نعم. طيب شاركت بالعديد من المهرجانات والندوات، وأيضا على ضوءها كثير من الجوائز استحقيتها بجدارة. حدثنا عن أبرز هذه المهرجانات وعن الجوائز. أبرز الجوائز هي عراقية. نعم. وقسم منها بالسعودية، وقسم منها في البحرين، وقسم منها في سوريا، وقسم منها في إيران، ولكن الأكثرية هي عراقية. نعم. طيب المهرجانات داخل العراق تختلف عن المهرجانات بخارجه؟ ما أعرف يعني، بس ربما حرارة العراق يعني تضيف للقصيدة حرارة وسخونة أكثر. نعم. والله حتى خارج العراق أيضا أنا أشوف يعني إذا تقصد تلقي الشعر. نعم. أنا شفت تلقي عند الأهوازيين عجيب غريب. ربما لأنهم يعني عرب مثلنا يعني. نعم. يفهمون القصيدة. قرأت في إيران طبعا اللغة تختلف، أما لبنان لا يختلف الموضوع.
القاهرة قرأت فيها شعر، سوريا قرأت فيها شعر. التلقي العربي للقصيدة العربية جيد، أنا يعني أعتقد هو باقي نفس الوهج القديم. نعم. حب العربي للشعر باقي نفسه لحد الآن يعني. زين، بس أنا شفت أكثر تلقي للقصيدة في الأهواز. هذا من ناحية المتلقي. طيب من ناحية الشعراء، بماذا يختلف شاعر عراقي يكتب عن الإمام الحسين عليه السلام عن شاعر من غير العراق، باعتبار احنا العراقيين أهل القضية؟ أنا لا أرى هذا الرأي. نعم. الحسين قضيته قضية عالمية، مه. وكل من يدعي نسبته العقائدية للحسين يكون شاعره إذا كان نعم. شاعرا يعني. بس ربما احنا نعيش الأحداث بحرارتها أكثر. بالضبط، هذا يعني يعطيك مثلاً عاطفة أكثر، الشاعر اللي صورة بعيد عن أجمل. كربلاء، نعم بعيد نعم. عن كربلاء، يكتب قصيدة يعني يتمثل ما حوله من مواكب، من عزاءات، من كذا. أما احنا في نصف كربلاء، في نعم. قلب كربلاء، ربما تكون قصائدنا أكثر حرارة. إضافة إلى ذلك احنا مرينا بما يشبه ما مر به الحسين عليه السلام. احنا مرينا بزمن ظالم، نعم. نختلف عن طبعا الدول العربية كلها مرت بهذا الظلم، بس بالفعل. ماكو مثل صدام. صدام نعم. كان نسخة من يزيد. نعم. كأنه مرينا يزيد محدث مطور اسمه صدام حسين، فاكتسبنا قصائدنا من هاي المظلومية اللي نعم. عاشها الحسين عليه السلام. بالتأكيد أكو محاور يعني وأسئلة كثيرة تخطر الآن ببالي، لكن لازم أذهب إلى فاصل ومن بعد نرجع حتى نستكمل هذا الحوار مع شاعرنا مهدي النهيري. خليكم ويانا. من بعد الفاصل هذه عودة لتكملة الحوار مع الشاعر الأستاذ مهدي النهيري. أرحب بك مرة أخرى أستاذ حياك مهدي. الله أستاذ حيدر. أستاذ مهدي، نتحدث عن الطف اليوم، وهو ثيمة البرنامج بأكمله وليس فقط هذه الحلقة. كشاعر وشاعر من العراق يكتب عن الطف، كيف ينظر إلى دجلة والفرات؟ هل ينظر لها على أنها أنهار وماء أم نهرين من الدماء عندما تكتب عن كربلاء تحديدا؟ يعني أنت تريدني أربط بين العراق وبين كربلاء، يعني بين هي مرتبطة للأزل، العراق وكربلاء. شوف، دجلة والفرات هي ذاكرتنا الشعرية. نعم. ذاكرتنا الإنسانية. وأنا يمكن أنا شخصيا أجمع بينهما، لأن أبوي من الفرات، أبوي فراتي. نعم. من الفرات الأوسط، وأمي من الكاظمية. مم. فأنا مجمع النهرين. هي حياتنا دجلة والفرات. هذا نعم. البلد هو حياتنا وذاكرتنا كلها ووجودنا. يعني ارتباطه بالحسين عليه السلام، نشأنا على هذا الموضوع. قصائدنا أول ما بدينا أغلب قصائدنا نسميها عراق الحسين مثلا. نعم. أو الحسين العراقي مثلا. زين، فما نقدر نفصل بين الوطن وبين العقيدة بصراحة. الآن هسه يعني يثار لغط كثير، أيهما أفضل، أن تكون عقائديا أم تكون وطنيا؟ منو قال لك أكو فاصل أصلا بين العقيدة والوطن؟ بالضبط. عقيدتك تحمي وطنك. نعم. وحبك لوطنك يرسخ بداخلك عقيدتك. مم. فلا فصل بينهما أبدا. بالنهاية العقيدة هي تدفعك ودائما تشجعك على الحفاظ طبعاً. على وطنك وأرضك وبلدك. يعني هذا الحديث بعضهم يشكك به أنه نعم. لم يصدر من حب الوطن من الإيمان، ولكن حديث عظيم. وإن لم يصدر من النبي، نعم. صادر من إنسان عظيم. حب الوطن من الإيمان، أن تؤمن بالله، أن تحب أهلك، تحب ناسك، تحب بلدك، تحب الحياة كلها تحبها إذا آمنت بالله. بالنهاية هوية وطننا، هوية العراق هي عقائدية. بالضبط، عقائدية. العراق يعني الحسين. الحسين مزار لست أئمة. العراق عفوا. نعم. مزار لستة أئمة. زين، معصومين. نعم. وحفنة كبيرة من الأنبياء. ما العراق دون علي بن أبي طالب؟ ما العراق دون الحسين؟ ما العراق دون العباس؟ ممتاز، هو طريق العقيدة. اي والله ما لقيمة. والله ما لقيمة. بالنهاية هي العقيدة كانت العراق. كلمتك العراق بلا يا عباس فعلا شنو قيمته يعني؟ ما يرام يعني. طيب، هل هناك طقوس معينة للشاعر عندما يريد أن يكتب عن كربلاء أو عن واقعة الطف؟
مثلا تقعد تسمع لطمية، يعني تكتب فقط في محرم باعتبار أجواء الحزن تعطيك زخم عاطفي كبير يساعد على إنتاج قصيدة بمستوى عالي من الجمالية. كلها موجودة هاي الأشياء. نعم. كلها موجودة. يعني أنت تحتاج أن تسمع قصيدة قديمة، تحتاج تسمع محاضرة، تحتاج عزلة مع نفسك. نعم. تحتاج أن تنسى نفسك وتذكر الحسين فقط. هاي كلها الأجواء موجودة. بس أنا بالنسبة لي، أنا شخصيا يعني دائما أكتب بعد الحدث الحزين. نعم. الحدث الحزين ما يهزني باللحظة، لأنه الحزن يكون أكبر من الشعر. الحزن يستحوذ عليه أكثر من الشعر، فعندما أخرج من هذا الحزن أعود لكتابتي عنه مرة أخرى. أغلب قصائدي هكذا. طيب الشاعر، أو خلينا نسأل عنك بالذات، يعني شنو تحاول تبرز من خلال قصيدتك؟ الحزن، الشجاعة والكرامة في واقعة الطاف، الرسائل الأخلاقية اللي بعثها الإمام الحسين، أم ماذا، على ماذا تركز في قصائدك؟ والله يعني أستاذ حيدر، أنا أخاف أكون يعني أخاف يساء يعني فهمي، أنه ما أدري يعني ما أعرف شريد أبرز من القصائد. بس أنا مجمل قصائدي، نعم، يعني عندما أقرأها أو يقرأها غيري من الأصدقاء والنقاد، يشوف مثلا الذات حاضرة، ذات الشاعر نعم، حاضرة مع ذكر الإمام أو ذكر النبي. نعم. واعترافات بالذنوب دائما تحصل عندي، يعني أنه آني آتي إلى علي أو الحسين معبئا ومحملا بالذنوب وأريد أن ألقي بها عنده. مسألة الشجاعة ما أستحضرها دائما، نعم، لأنها أصبحت معروفة يعني. بل هو جزء من المعصوم أن يكون شجاعا وأن يكون كريما. نعم. هاي المناقبية أحاول أن أخفف من وطأتها في داخل القصيدة، وألجأ وين؟ تعكس الجانب المجتمعي والاجتماعي من خلال القصيدة بصفتك كفرد عن هذا المجتمع. ممكن طبعا. نعم. ممكن أكون صورة عن مجتمعي. نعم. أتحدث عن نفسي دائما، وعن علاقتي العاطفية بالإمام أو بالنبي، علاقتي العاطفية الوجدانية. نعم. وهاي العلاقة العاطفية دائما قصائد ينتابها موضوعة الفكر. طبعا أكو جماعة يسمونه هو مو فلسفة. نعم. مو فلسفة، هو معرفة وفكر. الفلسفة عالم آخر يعني. معرفة وفكر. أتناول الحسين معرفيا مو فقط وجدانيا وعاطفيا، بس أحاول الخلط بينهما، بين المعرفة والوجدان. بس استنتجت من خلال جوابك أنه أنت ما تختار موضوع القصيدة قبل ما تكتبها أبدا. هو تبدأ الفكرة ببالك والإلهام، وهي القصيدة تكتب نفسها ولا بالتالي. البيت يختار، ولا مطلع يختار، ولا قيفية تختار. القصيدة تلد نفسها بنفسها وتلقي بنفسها في حضن الشاعر، وخلاص انتهى الموضوع. المطلع على القصيدة نفسها والباقي عليه. هذا أجمل، لأن التلقائية والعفوية هي أفضل تكون ترسم المسار. أفضل تكون. نعم. طيب، بماذا يختلف مهدي النهيري في كتاباته عن الحسين عن بقية من كتبوا؟ عن بقية من كتب من الشعراء؟ أي. أريدك تنقد نفسك بنفسك. لازم أنا أفكر، لأنه أنا هسه علي أن أستعرض ما كتب عن الحسين عليه السلام. قصائد كثيرة مكتوبة عن الحسين عليه السلام. نعم. ولو شئت أن أفضل نفسي لفضلت نفسي على كثير من الشعراء باستثناء قصيدة واحدة. طبعا ما أقول كل الشعراء. نعم. كل الشعراء يعني الذين كتبوا عن الحسين هم أقل مني، لا مستحيل. بس أنا اللي ببالي الآن، نعم. أنا كتبت عن الحسين أفضل من هؤلاء. نعم. أنت ذكرت فرضية، لو أردت أن أفضل، لو أردت أحسن، فمو بشرط إلا قصيدة واحدة، قصيدة آمنت بالحسين الجواهري. هاي أعتبرها عقبة بحياتي. ليش عقبة؟ لأنه أنا نعم معروف عني كتابة جيدة عن الحسين عليه السلام. نعم. الساعة أزعجتك. أكتب بشكل نعم، هو الوقت مزعج دائما. نعم. أكتب بشكل جيد عن الحسين عليه السلام، بشكل جيد. يعني حتى مرة في مهرجان حضرت، مهرجان سنوي يمكن أحضرت به 10 مرات، أنا كل سنة أحضر. نعم. دكتورة ناهضة، ناقدة وشاعرة معروفة عراقية، تحياتنا لها. تحياتنا طبعا لأستاذتنا. قالت يأتي مهدي في كل سنة إلى هذا المهرجان، وكل سنة يرينا الطف من باب آخر، من زاوية أخرى. نعم. فأنا معروف عني كتابة حسينية جيدة، إلا قصيدة الجواهري أعتبرها عقبة، ويا ليتني لم أقرأها وأسمعها. شنو السبب برأيك؟ قصيدة عظيمة وعميقة، بها شعر. نعم. الشعر الجواهري نفسه موجود بها، شعر الجواهري نفسه، بها الاعترافات، بهذا الفكر العظيم، بها نزعة الشك ووصولها إلى اليقين. نعم. فالقصيدة اعتبرها أنا عقبة بالنسبة لي. بس لكني أحاول في عمر القادم أن أتجاوزها، ولن أتجاوزها. تدري ليش؟ نعم. الجواهري كتبها سنة 47 وعمره 47 سنة، بعمر الآن بالضبط أنا 47، فما راح أكتبها أبدا يعني.
بس لا بحاول بالعكس، أن هاي المفروض أجاورها. يكون لك حافز انه تكتب أتمنى، مثلها. أرجو الله أن أكتب أفضل منها. نعم. إي بس هي تبقى القصيدة او لها تخليها حدود. حافز لك دائما. هذا هو الحد اللي تعتبره سقف الطموحات، اذا ما تجاوزته. هي سقف الشعرية. نعم. سقف الشعرية العربية فعلا في مضمار الحسين عليه السلام. تحدثنا عن الوقت ويمكن ازعاج الساعة لك بهذا الحوار. قلت الوقت يؤرقك يزعجك كشاعر، الوقت شي يمثل لك؟ وهل ممكن انه الوقت يؤرق الشاعر ويزعجه من ناحية مثلا عدم اكتمال قصيدة أخذت وقت زايد عن اللزوم؟ لا، الشعر أبدا لم يعقه الوقت عندي. نعم. أنا الوقت، أنا مهمل بالوقت جدا يعني. أنا الوقت يعني يمشي بي ولم أتم يعني أشياء المهمة بحياتي. نعم. إلا الشعر منحته كل الوقت. ولهذا أنا سألتك كشاعر، كأني كسرت ظهر الشعر على منصة الوقت. الله. زين، والعكس أيضا. فما عاد الشعر يعني ما عاد الوقت مؤثرا بالقصيدة أبدا، هو لصالحها يعمل. نعم. الآن أنا الآن في طور كتابة رسالة طروحة الدكتوراه. بالتوفيق إن تخيل شاء الله. يعني الوقت أزف، الوقت بدأ يقترب من تسليم الرسالة وأنا مشغول بالشعر أكثر من الأطروحة. مهدي، تدمج بشعرك ما بين الكتابة والشعر العمودي وما بين النثر، وهذا مزج رائع وغريب أيضا في ذات الوقت. التفعيلة قصدك؟ نعم. التفعيلة والعمود. نعم. نعم. هاي طبعا أنا أتذكر يعني سنة 2012 13 14 15 هالفترة هاي أكتب قصيدة عمودية ثم تفعيلة ثم أرجع عمودي ثم تفعيلة. منطقة أخذت مني 3 سنوات ثم غادرتها. منطقة حلوة ولطيفة بس الآن لا غادرتها. الآن التفعيلة صارت عندي أعز من العمود فأكتبها واحدة. بس دائما الشعراء يحاولون يلقوا لهم فد زاوية تكون خاصة بيهم يتميز بها فقط. طبعا. وأنت تميزت بهذا الجانب. إيه؟ ليش تركته؟ لا اكو غير كتبوه. نعم. يعني. اكو غير كتبوه. بس انا حبيتها في فتره، بس الان لا، صارت التفعيله عندي هي المهمه. ما اريد يعني اشوهها بصراحه يعني. نعم. بالشعر العمودي، فاكتب قصيده عموديه على انا بدي اختم الجزء الثاني من حوارنا بقصيده، لكن مخرجي اشر لي انه وقت هذا البارت انتهى. ماشي. خلينا نذهب الى فاصل، من بعد الفاصل حضر لي قصيده. يلا خليكم ويانا. تحية لكم مجددا أحبتي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، ونستكمل الحوار مع شاعرنا الجميل الأستاذ مهدي النهيري. أستاذ مهدي، طلبت منك قبل الفاصل قصيدة، أي قصيدة اختارت؟ الآن احنا قبل شوية ذكرنا الإمام العباس عليه السلام. وش يسوى العراق بدون عباس؟ أي والله ما يسوى شيء، فخلينا نقرأ العباس عليه السلام. يعني قطعة صغيرة. ما بين أعين والديه فجاءة لا يولد العباس لكن يوجد، فكأن تاريخ الجلالة كان ممحوا وأنجز فالصبي مؤكد. يتها الأساطير تقي من وجهه ما لا يضيع وما يضوع ويخلد. ودوني للتو واكتشف الأواخر إن في العباس ما لا ينفد. وتهرأ الراوين إلا قربة الساقي فمجراها الحديث المسند. وتقاسمي ويديه مجد النهر أنت ضفافه وهو الدفاق الأبعد. وتحدري إما تعبت فدونه حتى خيال الصاعدين مصفد. تلك المنائر والخيام على السواء بمهده أبد البقاء تشيد. والماء والعطش الموازي واشتعال الخيل ساعة أن يفور المشهد. والزينبيات النشيجيات والنعي العراقي الأكد الأنكد. جميل جدا ربطك ما بين الماضي ودلالات
الشجاعة والوجود للإمام العباس وما بين الهوية العراقية بالختام. طبعا ضروري أنت يعني ما ممكن تعيش بسنة 60 الهجرة وفقط توقف. الحسين عليه السلام نهضته نهضة للمستقبل، مو نهضة القهقرة، نهضة التقدم. فقبل شوي احنا حكينا بموضوع الاستفادة من العقيدة لحماية الوطن. نعم. المفروض هذا يصير مو بس بالشعر، بكتابة الرواية، بكتابة المقال، بكتابة كل شيء أنت تستفيد من التاريخ الإسلامي لحماية حاضرك. نعم. أستاذ مهدي، من تسمع المقتل بهذا الأسلوب الجميل البسيط الله. رغم مرور عشرات السنين عليه، ولكن قدم بأسلوب جدا بسيط ورائع ومنتهى الثقافة والرقي أيضا، رغم أنه هو كتب في مرحلة متقدمة جدا يعني من سنوات طويلة. شو يتبادر إلى ذهنك؟ شنو المشاعر اللي تصير بداخلك كشاعر؟ يا أخي يا أستاذ حيدر، أهم ما يثيرني هو لغة المقتل. نعم. أنا قبل شوية يعني قلت لك كأنهم يكتبون الشعر، مو فقط المقاتلون مع الحسين، حتى من كتبوا عنه نعم. يكتب عن المقاتلين وهو يكتب شعر. يعني أنا أحب لغة المقاتل. لغة المقاتل لغة جميلة. نعم. لغة إيحائية وهي حقيقية بنفس الوقت. عجيب أن تخلط الحقيقة بالإيحاء. هذا ما حصل في الكتابة عن الحسين عليه السلام. مرة قرأت كتاب اسمه وقعة صفين. نعم. يتحدث عن خروج الإمام علي عليه السلام من المدينة ووصوله إلى صفين، ثم إلى يعني استقراره بالكوفة عليه السلام. نعم. هذا الكتاب مكتوب طبعا واقع حقيقية، ينقل واقعه، ولكنه كأنه يكتب الشعر. نعم. حتى اسم المؤلف اسمه نصر بن مزاحم المنقري. محقق الكتاب شو يقول؟ وكان يعمل عطارا. هذا المحقق اشتغل عطار. يقول وكأن العطر أثر في كتابته فجعلها الله. اي والله جعلها رقيقة ونقية وحلوة. فهيك كتبوا المقتل. أشعر أنهم كانوا عطارين أيضا في كتابة المقتل. يعني أن يكتب الموت بلغة الجمال، هذا شيء عظيم. يعني شنو المشاهد اللي تستوقفك كشاعر من تسمع المقتل؟ والله كلها. أنت أي محطة في مقتل الحسين ما تثيرك. نعم. يعني من بطولة العباس ونهايته المأساوية. أكثر مشهد يأثر بيك؟ يعني أكيد بقاء الحسين وحيدا. نعم. أكيد هذا هو المشهد المؤثر تماما. يعني عندما كان ما كان يحتمي، ولكن كان يعد العباس عسكره وجيشه، وإذا بظهره ينكسر في آخر المأساة. نعم. فبقاء وحيدا هي اللحظة الخطيرة جدا يعني المؤثرة. هل يخشى مهدي النهيري الوحدة؟ إيه بشكل شخصي أسألك. إيه والله أنا لا أحب الوحدة أبدا. يعني لذلك تجدني دائما مع العائلة أو مع الأصدقاء. الوحدة قاتلة، إلا أن تكون مع القصيدة. نعم. أن تكون مع القصيدة تعوض شيئا ما عن الناس، بس الناس تحتاجهم يا أخي، الناس تحتاجهم ضرورة. يعني حياة بلا ناس لا قيمة لها، لا وجود لها أصلا. طيب خلينا نسمع شيء وأسألك عن رأيك به. وها هو من فوق 80 مشرف على العمر شيخا أنفر المجد أنفسا. بمناسبة ذكر 80 نعم سيدي. يشارك أنا أقول بيت. نعم. عمري إلى 90 يركض مسرعا، والنفس باقية واقفة على 20. أحسنت يا سيدنا، أحسنت. إن شاء الله تبلغ 100 يا سيد. هذه القصيدة ألقيتها أمام الإمام الخامنئي. حدثني بداية عن المحفل، عن حرارة اللقاء، وعن هذه الأبيات. إيه هو أنا يعني اتصلوا بي من مكتب السيد الله يحفظه إن شاء الله. نعم. وقالوا أن هناك مجموعة من الشعراء الإيرانيين يلتقون بسماحة السيد، فهل يمكن أن تقرأ قصيدة في موضوعات فلسطين، موضوعات غزة، موضوعات العراق، موضوعات. قلت له طبعا شنو المشكلة يعني. هو بصراحة كان مترددا. نعم. كان يعتقد أني سأرفض. قلت له لا، هذا شرف أن أقرأ أمام السيد. وأنا سابقا التقيت بالسيد. نعم. ليش كان متخوف؟ باعتبار أنه المحفل هو للشعراء الإيرانيين وأنت من جنسية أخرى؟ ربما أو يعتقد أن هناك مثلا حاجزا بين العراق وبين إيران، ربما يعتقد يعني. نعم. قلت له هذا شرف كبير. وفعلا أرسل لي التذكرة. بعد يومين سافرت، كان في 20 رمضان. كنت الشاعر العربي الوحيد. كان هناك شاعر هندي. نعم. معي، والبقية كلهم شعراء إيرانيين.
وقرأت قصيدتي، كان رقم يعني الشاعر رقم 17 أنا. نعم. فاكتشفت الاحتفاء من السيد وكان رده جميل يعني وأعجبني كثيرا. تخيلت أنه راح يجاوبك بهالطريقة أيضا؟ لا، ما كان ببالي أبدا، بمستوى شعري ووجداني أبدا ما كان ببالي. يعني يلتقط نعم. بيت 80 ويحك عليه بيتا آخر أخذه من أحمد الصافي النجفي وغير كلمة 90 لل70 وكذا. أي وقبلها كان أيضا يعني قبل المحفل أو صلينا وراء السيد جماعة. نعم. ثم يعني أفطر معنا، يعني جلس بيننا وأكل طعامه بيننا كأي واحد منا. نعم. أي والناس تروح تسلم عليه وهو يأكل وهو يشرب الشاي. رجل يعني متواضع جدا على عظمته. علي خامنئي مو اسم عادي، نعم. مو رقم عابر بالفعل على مستوى العالم، مو رقم على عابر. مستوى العالم، على نعم. مستوى التاريخ الإسلام، مو رقم عابر يعني. لكن تواضعه كان تواضع أهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام. شوف أهل البيت ايش ينطون من عبر ودلالات، وكيف يخلقون نفس بشرية متواضعة قريبة من تعاليم الله سبحانه وتعالى. هذا البناء الصحيح اللي يريد الإسلام. طبعا هاي التربية الإسلامية. الإسلام ما يخلق طواغيت. نعم. يخلق شجعان، يخلق عباقرة، ولكنهم متواضعين دائما يعني. هاي التربية الإسلامية. النبي محمد كان عندما يدخل عليه الغريب لا يعرفه. أيكم محمد؟ نعم. يعني ملابسه كملابس الآخرين، كل هيئته كأنه أعرابي قاعد يعني. نعم. أستاذ مهدي، أي قصائدك هي الأكثر تواضعا برأيك؟ أنا ما أكتب قصيدة متواضعة أبدا يعني. لكن أكيد مو كلهن على نفس المستوى. لا طبعا أكيد، بس أنا ليش أكتب قصيدة متواضعة؟ قصيدة لازم أكتبها جبارة وعظيمة. ليس بالضرورة هنا أن يكون التواضع بمستوى النظم والإبداع، لكن ربما بالرسالة اللي يحملها. طبعا إذا كانت يعني ننظرها من جانب وجداني، إذا كانت في رحاب أهل البيت نعم. أتواضع أمامهم لكن لا أضعف أمامهم. هم أنا أعتبرهم يقووني. نعم. أهل البيت يقووني. يعني خلينا أنتقد لو سمحت يعني. تفضل. يعني أن آتي إلى الحسين عليه السلام وأنا أطين نفسي، ليش؟ هو أرادني نظيفا، نعم. وقويا وطاهرا وناطقا وشامخا ومتألقا. شلون أنا أطين نفسي؟ أو شلون أنا شفت مشاهد والله العظيم مخزية. نعم. هنا يبرز دور النخبة والمثقف في أن يرتقي بالقضية وفي أن يبني المجتمع نفسيا واجتماعيا وعقائديا. بقى لي دقيقة من الوقت، نتمنى أنه نكرس في هذا الجانب. نعم. يعني هو هل قصر المثقفون؟ يعني هاي محاضرات الخطباء الآن. نعم. قصرت مع المجتمع، وخطباء الإسلام وشعراءه لم يقصروا مع أحد. أستاذ مهدي، في الختام رسالة تقدمها للمجتمع الحسيني. لا، أنا أقل من أن أقدم رسالة. أنا أقدم رسالة إلى نفسي. نعم. أنه يا مهدي اكتب القصائد العظيمة للحسين عليه السلام، وحاول أن تحقق أمنيتك قبل قليل، أن تسبق الجواهري في قصيدته العينية الهائلة. أما المجتمع فأنا أتعلم من المجتمع، بالعكس المجتمع هو معلم، المجتمع هو ابن هاي الحياة، ابن البلد، ابن الإسلام. هو يعلمني. أنا تعلمت من المجتمع. أنا قصائدي كتبتها في مجلس اجتماعي، مجلس حسين اجتماعي، تعلمت من الناس. نتمنى دائما أن نشاهد الأستاذ مهدي النهيري بأجمل صورة وبأجمل قصائد، ودائما النجاح يكون رفيق دربك. كلك ذوق. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ مهدي. كذلك نشكر كل من تابع حوارنا لهذا اليوم. مع السلامة.